السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا بصوا، شايفين الجرب، شايفين. طبعا ده انا ما كنتش اعرف اصلا ان الجرب بيجي في الديل كده بالطريقة دي، وما اعرفش وعملتها من فوق كلها وصحت ماشي، ولسه ده انا ما شفتوش من قبل كده، اول مرة اشوف. طبعا هي كده، وولادها اللي هم كانوا معاها اهو. انا برضه ما كنتش اعرف هم تعبانين من ايه، لما قعدت ابص فيهم كويس لقيتهم ايه، فيهم جرب. فدلوقتي احنا هنعالجهم مع بعض. طبعا دي ايه، تجربة جديدة انا هجربها معاكم واشوف اذا كانت هي صح ولا غلط. هنجربوها سوا ونشوفوا إيه، اذا كانوا الارانب هيصحوا من الجرب بالطريقة دي ولا لا. دلوقتي دي عندنا هنا ده زيت العربيات، الزيت المستعمل بتاع العربيات ده هناخدوه وهنجيب فرشة اسنان كده، وهنحاوله ايه، امسك يا معتز، امسك كده الارنبة، امسكها كده، امسك ايوه من هنا تحت كده كمان، امسك من تحت، امسك من هنا ايوه كده اهو. هناخده كده اهو. طبعا لازم نلبس جلبزات كده علشان الجرب، عشان احنا ما نتعديش منها. امسكها كويس، يعني انت اتك عليها كده، اتك عليها. تك على ازاي؟ زي ما انا بتك عليها كده. شايفين انا بعمل ايه؟ انا بحط اهو الزيت وبدعك، انا بدعك الجرب اهو. احنا هنجرب الموضوع ده مع بعض ونشوف هو الموضوع ده بيصحي بصحيح، بيصحي الجرب بصحيح ولا لا. عشان هي انا خايفة تكون عش، فانا مش عايزة اديها الرومات عشان لو عش. طبعا احنا بنتعلم مع بعض ونشوف ايه الصح وايه الغلط. بصوا شايفين جاب الدم اصلا اهي، لان الموضوع كبير خالص. انا والله ما كنت اعرف اصلا ان هي ان بيحصل كده، مش اعرف ان الديل اصلا بيبقى فيه جرب. ربنا يشفيها يا رب. انا زعلانه عشانها بصراحه، صعبانه عليا. الموضوع ده هنعملوه لمده 3 ايام وان شاء الله. انا طبعا هقول لكم على النتيجه، ومش هقول لكم، انا هوريكم ان شاء الله. يعني لو ربنا كرم وصحت هوريكم ان هي صحت ولا لا. بصوا يا جماعه، هي بصراحه متبهدله. انا ايه اللي عرفني بقى، انا دخلت المكان بتاعها، كنت لسه منضفه لها، بصيت لقيتها برضو المكان مليان ميه تحتها، وهي بتشرب بكميات ميه كبيره جدا. كل ما احط لها ميه تخلصها وتعمل حمام، وماليه الارضيه بتاعتها ميه. فقلت اشوفها يعني يكون فيها حاجه، شلتها وببص عليها لقيتها متبهدله كده. طبعا لازم نحك جامد، نحك جامد كده عشان القشرة بتاعت الجرب تتشال. ربنا يشفيها يا رب يا رب. امسك بقى انت من هنا عشان اعمل الرجل من تحت. شايف الرجل دي اماكن غريبة، انا ما كنتش اعرف عنها حاجة.
بصوا يا جماعة، انا لقيتها متبهدلة متبهدلة، كل حاجة فيها جرب. ربنا يحفظها يا رب ويشفيها. بس انا بقى ايه، النهارده اول يوم طبعا احط لها، فايه النهارده مش هحك جامد، بحيث ان انا هسيب الزيت ده يطري بقى ايه المكان، عشان بكره ان شاء الله هحط لها تاني واحكه، يكون بقى المكان طرى يطلع بسهوله، وان شاء الله يكون خير يا رب. في اماكن تانية فيها حاجه؟ لا عايزين ضغط. هات بصه بقى اخيره على اقلبها كده، اقلبها ايدك التانية لو سمحت. هعمل لها كمان حاجة هنا عشان ايه تنطش. عشان المكان هنا متبهدل خالص. نعمل لها من ورا كمان، اخد الديل من كل ناحية. كده ايه، كفاية عليها كده النهاردة، سيبها يا معتز. هناخده بقى ايه، طبعا دول انا ايه شايفاهم تعبانين، بس مكنتش عارفة هما تعبانين من ايه. هما دول عيالها، كنت مطلعاهم من عندها، فاطماهم من عندها، وشايفاهم عمالين بيخسوا، فانا مفكرة ان هم عندهم ديدان ولا حاجة. ببص فيهم لقيتهم بقى رجليهم متبهدلة جرب. فان شاء الله برضه هنعالجهم بنفس الطريقة. بصوا شايفين اهو، جرب اهو، شايفين من هنا اهو، وشايفين الايدين الرجلين ناشفة كده محجرة اهي، شايفين اهي. بصوا هاتي هنا الناحية دي، شايفة الجرب اهو. فهعمل لهم بنفس الطريقة العيالة كلهم. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودمتم سالمين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.